من رأسي إلى قدمي لما رأيت حجيج البيت يدفعهم شوق إلى الله من عرب ومن عجم. لبوا النداء فما قرت رواحله حتى أناخ قبيل الصبح بالحرم. لبيك اللهم يا ربا نلوذ به سجع الحناجر تحدوها بلا سأم. لما رأوا البيت حقا قال قائلهم مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي وصفقت من أريج الفرح أفئدة كما تراقص جذلان من النغم. سرى إلى الروح روحانية عبقة فزال عنهم سواد الهم والسقم. في ساحة البيت والأبصار شاخصة كأنما هي أطياف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس رجالا ونساء على أداء فريضة الحج عند الاستطاعة لأنها فرض وركن عظيم، ورغبهم لأداء هذه الفريضة بذكر ما فيها من الثواب والفضل العظيم وما فيها من التكفير للذنوب وما أعده الله لحجاج بيته يوم القيامة. فالحج أيها الأحبة من أفضل أعمال البر. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، والذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق. وروي أن الحج المبرور هو إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام، والصحيح أنه يشمل ذلك كله. وعلامة الحج المبرور أن تزداد بعده خيرا وألا يعاود إلى المعاصي بعد رجوعه. فعن الحسن البصري قال الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. بالنسبة للمرأة فإن الحج يوازي فضل الجهاد في سبيل الله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وعنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأفضله حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. الحج أيها الأحبة من أعظم الكفارات، حتى إن الإنسان لا يعجب مما ورد من الأحاديث في هذا الباب. وهذه الأفضال وهذا الثواب من أكبر المنافع التي يشهدها الناس في الحج، في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو معنى قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا إثم عليه أي يخرج من ذنوبه محطوطة عنه آثامه مغفورة كبائره إلا ما يتعلق بحقوق الناس، فلا بد من إرجاع المظالم. وهذا بين في تفسير الآية، ولا وجه لقول من قال إن المعنى لا إثم عليه في تعجله ولا إثم عليه في تأخره، لأن التأخر إلى اليوم الثالث لا يحتمل أن يكون فيه إثم حتى يقال فيه إثم، حتى يقال لا إثم عليه. تكفير الآثام في الآية وفي الحديث مشروطان بالتقوى، لقوله تعالى لمن اتقى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفث ولم يفسق. فهذا معنى التقوى. والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. لم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. الحج يهدم ما كان قبله. قال النبي لعمرو بن العاص عند إسلامه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. الحج يمحو ويزيل الذنوب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة،
وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لحجاج بيت الله، فقال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. أما ما ورد في يوم عرفة فشيء عظيم وفضل كريم وفضل عميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقبة فيعتق رقابه، فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا يا رب. ثم قال النبي في الحديث: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأن الله لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران. وقول الله تعالى: ما أراد هؤلاء، معناها أي شيء أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم وأوطانهم وصرفوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم. ماذا أرادوا؟ أرادوا المغفرة، أرادوا الرضا والقرب واللقاء، فهو حاصل لهم. أو معناه أي شيء أراد هؤلاء فهو سهل ميسر عندنا. وفي الحديث قال النبي يقول الله: انظروا إلى عبادي أتوا لي شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما كان من يوم بدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته ممن حضر يوم عرفة: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. أي استجاب الله دعاء المسيء المذنب وقبله بسبب المحسن ودعائه. وفي رواية اسمعوا هذا الحديث، يقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: يا رب فلان المرهق، أي فلان معهم في عرفة مثقل بالذنوب، فيقول: قد غفرت لهم. عن ابن المبارك قال: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. ولما آذنت شمس عرفة بالغروب، اسمعوا هذا الحديث، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال فقال: يا بلال استنصت الناس. فأنصت الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشرهم برحمة الله وعفوه قائلا: أيها الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني السلام من ربي، وقال: بشر أهل الموقف والمشعر أن الله قد غفر لهم وتحمل عنهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، هذا لنا خاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكم ولمن بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. هناك أيها الأحبة من يتخوف من الحج ويأتي بأسباب وأعذار واهية ككثرة الزحام وانتشار الأمراض المعدية والحوادث، وكل هذا من تلبيس إبليس حتى يحرمه من أداء هذا الركن العظيم، وكأن الذي لا يحج في مأمن من هذه الآفات، فما كتب الله لك يصيبك ولو كنت في بيتك أو على فراشك. أما الحاج فقد تكفل الله بحفظه من يوم خروجه من بيته إلى حين عودته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 في ضمان الله عز وجل، أي في حفظه وكلاءته ورعايته. قال: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله يريد صلاة الجماعة، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. وإن كتب الله لك، إن كتب الله لك أو للحاج أن يموت في موسم الحج، فهذا فضل عظيم وحسن خاتمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، صرعته وكسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا الذي مات محرما يبعث يوم القيامة بين يدي الله وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فما أعزها من ميته وما أشرفه من قدوم أن يقدم على ربه يوم القيامة ملبيا
من الروح لا وحي من القلم هز المشاعر من رأسي إلى قدمي لما رأيت حجيج البيت يدفعهم شوق إلى الله من عرب ومن عجم لبوا النداء فما قرت رواحلهم حتى أنا أخوق بين الصبح بالحرم لبيك اللهم يا ربا نلوذ به سجع الحناجر تحدوها بلا سأم لما رأوا البيت حقا قال قائلهم مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي وصفقت من أريج الفرح أفئدة كما تراقص جذلان من النغم سرى إلى الروح روحانية عبقة فزال عنهم سواد الهم والسقم في ساحة البيت والأبصار شاخصة